اخويا لحمه زرقاء مرميه على السرير، ما حدش عارف حاجه عن اخويا. اللي وصل لنا قطع في الرقبه، كسر في الجمجمه، محتاج دم، نزيف داخلي في المعده، الطحال بايظ، كسر في الرجل من الرجل وتحت لحد وركه فوق، محتاج اشاعات ومحتاج مسامير. اخويا ما بيتلقاش علاج. منظر اصلا من بره رهيب. اخويا جايبينه مصورين الاثنين مرميين في الارض، واحد بقه منتهي وده في غيبوبه، ده ربنا يمجيه، والتاني مرمي جوه مكسور. مش طالبه كتير، لا عايزه تعويض ولا عايزه اي حاجه، انا عايزه حد يهتم بحاله اخويا. اخويا مريض، اخويا بيموت، ماليش غيره. اخويا انا ماليش غيره بيموت، وحد يحط نفسه مكاني، حد يحط نفسه مكاني. انت ليك اخ ماليش غيره، لما يبقى مرمي 3 ايام لا رعايه ولا مستشفى ولا رعايه ولا في حد بيهتم بيه، بيقول لك نزيف ده. عارف يعني ايه نزيف داخلي؟ الموضوع صعب. الحاله بتاعته ايه؟ قال لك ما نعرفش حاجه لحد دلوقتي. طب ازاي؟ قال لك ما نعرفش حاجه، لسه مستنيين دكاتره. هو حاليا دلوقتي في رعايه يا ماما وهنراعيه. طب ازاي حضرتك في رعايه في رعايه ومفيش دكتور بيديك خبر ولا تيجي؟ لحد امبارح ما حدش عارف، ما بيتلقاش. الحكومه، الجرايد، الصفحات، كله بيقول ان هم بيتلقوا علاج. جبنا امبارح اتصلنا بالنجده، لا اتصلنا بالنجده، امين الشرطه جه، اسكتي، امين الشرطه جه ومسجله له بصوته بيتكلم، بيقول لك انت معكيش فلوس يا ماما خدي بره، مش بتاعنا. عندي امن المستشفى، يعني بيستنجد بالنجده. دي حاجه، الحاجه التانيه في الشارع. لحد النهارده بس ظهر دكتور بفضل ربنا، ولا محتاج عمليتين، واحده على الاستكشاف ويمكن يعملوها وممكن لا، هو عايز الشرايح والمسامير. طب نخش، طب نطمن على الحاله، طب والدته تخش، انا اخته الكبيره اخش، مفيش. مضوهم على الحوار. اصبري يا اسراء بعد اذنك، اصبري بعد اذنك. طب حد يدخلنا يطمنا على الحاله؟ مفيش حد بيخش. الامن اللي واقف بره قال لي من الاخر وهجيبهولك مش هتلاقي نتيجه. طب يعني ايه؟ قال لك مش هتلاقي حد، مش حدش هيرسل. يعني ايه ادعوا له؟ طب يعني حضرتك حاله حرجه وندعي له؟ قال لك اه، وطردنا وطلعنا بره. احنا مرميين بقالنا 3 ايام قدام باب المستشفى. في علاج، في اهتمام؟ مفيش. انا محمد خلف مرمي فوق ميت، لا 2. في واحد محمد خلف مرمي فوق في الرعايه بيموت، ده ميت كلينيكيا، يعني دعوات لي. واخويا مرمي الحمد لله تحت في الطوارئ، بيقول لك اوضه رعايه لو دخلتها اقسمت بالله زباله، ما فيها رعايه. الرعايه دي لو حد مكسور. انا المهندس كلم مقاول ان ده شغل وانت تعالى، وهو كان محتاج للشغل، فقال له هو عمليه تصليح كده في الكابينه، فيها تصليحات وهنصلحها. طب في امان؟ قال لك اه امان. طلعوه على الكابينه، المفروض ان هو انت مطلع دلوقتي واحد الدور الخامس ولا الرابع، المفروض فيه حتى لو اي حاجه امان، واير، انظمه امان اهو، حتى لو هتربطه باي حاجه كده، حتى لو بحاجه سقطت مفيش. بيقول لك الواير بتاع الكابينه وقع، ولو جبت الفيديو على السوشيال هتلاقيه.